نتحدث الليلة أحبائي عن مسألة طيبة كريمة، وهي مسألة الزواج، وهذا المشروع الإلهي الإنساني الاجتماعي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم: نساؤكم حرث لكم. بسم الله الرحمن الرحيم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مشروع طيب، مشروع لتكامل الإنسان، مشروع لبناء الإنسان، مشروع لكي يضع الإنسان بذرة حياته ويزرع هذه البذرة لتكون له ثمرة في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أحبائي، الزواج مؤسسة إلهية، الزواج موضوع طيب في الحياة، يخضع لأوامر الله عز وجل كمقدمات لا بد منها، وهو اختيار النطفة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. ويقول النبي صلى الله عليه وآله، هذا الكلام كان من جانب المرأة: اختاروا لنطفكم، الوعاء، المرأة، صفات المرأة. أما عندما يمر على الرجل يقول: من ارتضيتم دينه وخلقه فزوجوه. دينه يعني النظام الذي يحكمه، البناء الذاتي، الوضع الإلهي، حكم الله، الفكر، العقيدة، الإيمان، الخلق، الأدب، كل ذلك في الدين. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري. من ارتضيتم دينه وخلقه، صبرا، تحملا، كرما، جودا، شجاعته، إيمانا، صدقا، وفاء، هاي كلها في خلقه، كلها تدخل في الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا من جهة المرأة الإسلام يقول: اختاروا لنطفكم، ومن جهة الرجل يقول: من ارتضيتم دينا وخلقا فزوجوا.